بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحليل فيديو النهاردة بتاريخ 6/9. المؤشرات عموما التداول كان ضعيف أوي النهاردة، مفيش أحجام تداول كبيرة ولا سيولة كبيرة دخلت. بس نشوف المؤشر ال30 الأول. بنعمل فيديو للتحليل ال30 وفيديو لل70، ومش بنحلل كل أسهم ال70، بنحلل الحاجات اللي عليها أسئلة أو اللي اتطلبت أو اللي عملت حركة مفاجأة، إنما ال30 بنحلله كله. ال30 على مدار الأسبوع اللي أنا عايزه النهاردة عمل ارتكاز حلو على منطقة المقاومة دي وطلع. بس طلع بإيه بقى؟ يعني طلع والأسهم ما طلعتش. أعتقد بنك السي اي بي هو اللي طلعه مثلا من التجاري الدولي، إنما وأنا عشان ما بحللوش فمش عارف، لأني ما بحللش بنوك. فبس معظم الأسهم كانت هابطة، فالصعود تمام. بس أنا عايز شمعة كده تنزل تقف لي على الترند ده تاني، تقف لي على خط المقاومة ده. نجيب البتاع، عايز شمعة تيجي كده تنزل هنا تقف على الخط ده ونبدأ نطلع منها تاني، لأن كده يعني ما تطمنش. بيبقى في مثلا سهم أو اتنين ياخدوا السوق ويصعدوا والباقي هابط، فيبان المؤشر صاعد بس الأسهم هابطة. بس في العموم إيه، أنت تركز على تحليل سهمك أنت، مالكش دعوة بالسوق. ممكن السوق يبقى هابط وسهمك الوحيد اللي صاعد. مؤخرا كان السوق كله بيهبط وأسك ماسك نفسه، بعدين لما السوق بدأ يصعد أسك ما صعدش، لما السوق بدأ يصحح أسك هو اللي صعد، وهكذا. يعني السهم هو اللي بيتحرك مش السوق. ناخد الأسهم. أبو قير، كنا عاملين نقط لأبو قير، يعني هو لسه بيلعب فيها. عايزين أبو قير يا إما يجي هنا، يا إما يجي هنا ويرتكز على 50/6، يا إما هنا. دي برضو ارتكاز، هو عامل عليها ديول بس لا، يعني أنا عايزه يلمسها، طالما ما لمسهاش يبقى لسه. أو زي ما قلنا قبل كده يكسر الحتة دي لفوق ويثبت هنا ويطلع. غير كده يعني مش مطمئن، صعوده حتى وحركته تلاقوها بطيئة جدا. مصرف أبو ظبي الإسلامي كسر الخط اللي احنا كنا عاملينهوله، معرفش ياخده دعم تاني ويطلع، هبط بيه، فيعني لا، بيتحول للسلبية كده بعد ما كان إيجابي. اسكندرية الحاويات، قلنا امبارح على اسكندرية إنها بعد ما طلعت كده جابت سهم ونزل بتدور على مشتري. مع هبوط السوق طلعت فوق الخط بديل ومعرفتش تقفل فوق. طب ده يخوف، يقلق شوية. نستنى بكرة. لو السوق عموما كويس وهو ما قدرش يكسرها يبقى خلاص. لو السوق وحش وهو استمر في نفس المنطقة بتاعته يبقى احنا تمام مكملين فيه، لأن السوق عموما وحش. فاحنا المفروض الاسكندرية تعدي فوق الخط وتثبت فوقه وتبدأ تصعد. لو السوق حلو ومعرفتش تعمل كده يبقى نخاف منه. لو السوق وحش وهي ستت يبقى ما نخافش. انما لحد دلوقتي لا، هي كويسه ما فيهاش مشاكل. اموك في الدايره بتاعته اللي جوه اموك ياخد الربح هنا عند الراس دي، ويستنى اما يكسر الراس وينزل يرتكز عليها ويطلع تاني. ده بي انفست لسه زي ما هو. غالبا بيحاول ينزل تاني، لان خلاص يعني كان في من فترة زخم على بي انفست ايام ال11 سنت اللي كان بيوزعهم باين في الاول خالص، اللي جابوله. خلينا نجيب الفريم الاسبوعي اللي جابوله الصعود ده كله، اللي هو من ال8 وانت طالع 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 ده كله لحد ما وصل لل30 باين. اما بدأ بقى يوزع ارباح تاني ومش عارف ايه، فنزل والزخم عليه قل. يعني هو مبقاش زي بيلتون، حتى بيلتون هو نازل الكلام عليه كتير، انما دلوقتي بي انفستمنت بيتنسي شويه، فيعني مش سهم كويس دلوقتي. في منطقه دي برضو نرسمها، احنا بنرسم الحاجات دي مع بعض اهو. من هنا مكان ما هو واقف كده، دي كويسه برضو، المفروض يرتكز عليها وياخد منها دعم ويطلع. مش كده هيكسرها المناطق تحت اكتر، 15/9 وبعدين بقى تحت خالص بقى. بيلتون، خلينا نشوف بيلتون. احنا قلنا ايه على بيلتون؟
بيلتون صاعد، وانا وانتوا عارفين ان هو صاعد، بس صاعد في قد ايه؟ قول 3-4 شهور. اللي حصل من بيلتون ان هو كان المفروض عند 3-2 23 يعني ياخد دعم ويطلع. طب نزل التلاتة كام دي؟ نتأكد، نجيب الخط في المنطقة دي. كانت الأول من هنا مقاومة، بعدين لما طلع ونزل لها تاني اتقلب الديل اهو، فبدأت تدي دعم، وخد دعم منها هنا مرة. هنشوف، وما قدرش يخترقها بالجسم الكامل للشمعة، اخترقها بديل النهاردة، فهنشوف بكرة. طلع كان بها، ما طلعش يبقى هنستناه هنا عند ال 2.9. هل ممكن يكسر ال 2.9 لتحت؟ لا، لما يوصل لها هيبدأ يصعد تاني. فاللي فيه ما يخافش، يعني يشوف المحفظة حمراء وبتاع، ما تقلقش، امان لحد ال 2.9. تقدر تزود وهو نازل، زود عند مناطق الدعوم اللي هي 3.1 تزود منها، او ال 2.9، غير كده ما تقلقش. سيرة يعتبر حركته عادية، ما فيهاش كلام يعني، زي ما قلنا يعني سهم وخلاص، نعتبره في ال30. إيديتا زي ما قلنا على إيديتا، أنا بس عايز أصحح الخط ده، لأن الخط المفروض يترسم عند معظم أجسام الشموع. صحح هنا كده، ده مكانه الصح. إيديتا زي ما قلنا مش عارف يعدي الخط ده لفوق، فكالعادة خبط فيه ونازل. هينزل لحد فين؟ أعتقد لحد هنا، لحد 20.5. حط له الخط، وما يوصل ل20.5 نشوف ادانا علامات بنموذج صاعد ينفع نشتريه، والهدف هيبقى عند 21.5 برضه. ما اداناش علامات يبقى خلاص لسه هيهبط. هيرمس برضو معرض، المفروض نستناه فوق ال16، يكون هو راح فوق 16، راح عند الديول دي، بس ما راحش بديول، يروح بجسم عند ال16.4. اي فاينانس احنا قلنا كالعادة ان هو ايه، سهم تحليله كويس، خد الجولدن زون في منالش زي ما قلنا عليها احنا في شمعة يوم، فالنهاردة خد الصعود ده كله، فجميل. اللي في اي فاينانس كويس، ويستناه عند ال18.2، ده هدف اخير يعني. القبضة الكويتية دي برضو المنطقة الصفراء بتاعتها اللي قلنا عليها، هو محافظ عليها ولازم يحافظ عليها، لان واضح انه مفيش مشتري يزقه لفوق، فلو المنطقة دي اتكسرت السهم ده هيغوط لتحت، فالمضارب ماسكه هنا بيزهق الناس مش عارف ايه، بس ماسكه هنا مش هينزله اكتر من كده، ولحد دلوقتي مش عايز يطلع بيه، فمش عارفين بقى يعني المضارب وقت ما الدنيا تحلاله وهيطير بالسهم. السويدي قلنا على السويدي انه المفروض يرتكز هنا لما اتكلمنا امبارح. ارجعوا الفيديوهات امبارح، ارجعوا للفيديوهات يا جدعان، والله يعني حاجه الله اكبر عليا، ربنا يحميه. احنا قلنا ان المفروض شمعة بكره تبقى شمعة خضراء، بعديها ممكن تشتري السويدي، انما هي بقت شمعة حمراء فهبط. هنستناه فين؟ نستناه هنا عند 21.3، المفروض ننزل لها، ومن هنا نشوف وينفع يصعد تاني او لا نشتري فيه. ده السويدي. حديد عز زي ما قلنا، ارجعوا للايام يا لهوي عليا، شوف عند 51.8 مكان الخط، بس برضو الخط ده محتاج يتعدل، محتاج يبقى عند جسم الشمعة بالظبط. ما قدرش ياخد القوة ونازل تقريبا، الديل وصل لمكان الارتكاز اللي عمله من هنا من بره تقريبا، بس لا لسه برضو ما يطمنش، احنا مستنينه هنا عند 48.8. ممكن بكرة يحاول بشمعة خضراء يطلع، بس ما اعتقدش انه هيطلع، فهيوصل لهنا ويخبط، وبشموع تانية بعدها، وبكرة مثلا نقفل هنا وبشموع تانية بعدها هينزل 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 لحد ما هنستناه هنا، وساعتها ممكن نشتريه. سبيد ميديكال انا مش عارف ازاي ده في سهم 30 اصلا، بس يعني في مناطقه ما عملش الحركة الكبيرة، تداول عليه قليل، سهم بقروش يعني. سبيد ميديكال فوري، الشمعة دي الفوري كويسة. ليه بقى كويسة؟
احنا عايزين نحط الخط قبل ما نتكلم، وبعدين هتلاقي ان الخط ماشي على كلامنا، عشان بس ما تقولوش ايه بيجيب الخط، بيجيب كلامه وبيرسم عليه خطوط. احنا نرسم الخط. الشمعة دي حصل عليها ديل اهو، ديل هنا وارتكاز بعده، ديل اهو وارتكاز بعده، نرجع لورا اكتر، ارتكاز اهو، ديول واحترام وطلع فوقها، شوية ديول بارتكازات وطلع فوقها. يعني لو رجعنا اكتر هتلاقوا، بس يعني ايه عشان وقت الفيديو عشان نرجع اكتر. فالشمعة دي لو بكرة ادتنا شمعة خضراء فمؤشر ان احنا كويسين وفوري هيبدأ يصعد. نشتري فوري دلوقتي؟ لا، ما تشتريهوش غير لما يخش جوه المثلث ده ويرتكز عليه، يرتكز على الخط الاسود ده، ويبقى هدفك فوق عند الخط الاسود برضه. فوري مصر الجديدة للإسكان، على فكرة أنا كنت بقول عليها الشمس ومحدش عدلها لي، انتوا ما بتتابعوش ولا ايه؟ فهي مصر الجديدة للإسكان زي ما قلنا انها مش مبشرة، والمفروض تنزل لهنا كمان 11/6. هنشوف عندها هتعمل ايه، بس لا يعني هي نازلة. وانا لما اقعد اقول لك ان سهم كذا نازل سهم كذا، طب ما طبيعي المؤشر ينزل، فلما تلاقيه بيطلع ما توجعش دماغك. شوف السهم نفسه، غبور طلع، يا سلام يا واد يا محلل طلع هنا عند الخط اللي احنا راسمينه. عايز اكبر الشرط، حاول يوصل له اصلا ومعرفش، فده دليل على ايه؟ ممكن بكره يحاول يوصل تاني، ممكن، بس الشمعة هبط. او مثلا اللي ما اشتركش فيه ومش مشتري فيه، ليه تشتري بالمنظر ده؟ ما تشتريش دلوقتي، استنى لما يطلع فوق ويرتكز وبعدين يطلع. غير كده احنا بنتفرج عليه بنشوفه هيوصل لفين. جهينة، انا نسيت امبارح احلل جهينة وصلت على الخط اللي احنا قايلين عليه وعملت ارتكاز ايجابي جنب الشمعة اختها. يتبقى لتأكيد الارتكاز انها بكرة تقفل بشمعة صعود وتكون شمعة قوية، شمعة خضراء قوية، مش شرط تبقى كبيرة، المهم تبقى خضراء ما فيهاش ديول، جسم كبير وجسم كبير. حاولت النهاردة تثبت عند ال 14/80، بس يعني السوق ما كانش بيرجح صعود حاجة. عايزينها بكرة تاخد شمعة وتثبت هنا مثلا عند ال 14/9. موبكو جميل، في موبكو كسر المنطقة الصفراء، هنستناه بكرة ينزل يرتكز عليها من هنا كده، ولو ارتكز فعلا يبقى كويس للشراء. ده موبكو. وراسكم بيحاول، ليه بيحاول؟ لانه لمس ده الجولدن زون عند ال 12/9، اخر الجولدن زون، نزل فيه بداية وطلع ونزل تاني، بيحاول يطلع بقى من الجولدن زون. لو طلع منها وقف هنا مثلا عند 16/8 مثلا ونزل ارتكز عليها تاني، هنا نشتري لانه يبقى صاعد ويبقى هدفك فين؟ عند الارتكاز السلبي اللي هو 123. يبقى انت داخل صفقة تقريبا من 115، هدفك 123. شوف نسبة ربح كام ونسبة ربح اكيدة وانت مطمن. ده التفكير، ده التحليل الصح. ممكن تاخد من 116 لا ويعمل النموذج اللي انا قلت عليه وتاخد وتلاقيه معرض مش عايز يصعد مش عارف ايه، ما تقولش بقى الحمد لله ان يجي واحد ما دخلوش يقول الحمد لله اني ما دخلتوش، ده اللي قال ده بيهبد، ده اللي مش عارف ايه. لا هي مش كده، انت داخل صح خلاص، اسكت اصبر للهدف، الهدف جاي. براسكم التانية للتنمية اخترق الخط اللي احنا كنا عاملينه، خط المقاومة بتاع امبارح. مش عارف ايه الخط ده، ارجع شوف فيديو امبارح. متبقي انه بكره ينزل يرتكز عليه، مش شرط بكره على فكره، وممكن بكره يكمل صعود. طب لو كمل صعود تشتري؟ لا، تستنى الهبوط اللي يخليه ينزل يرتكز هنا وبعدين تشتري. بالم هيلز، قلنا بالم هيلز هو بيحاول يطلع بره الدوائر بتاعته بس لسه مفيش حاجه تزقه. القلعه جميل، القلعه جميل كده، شكلها راجعه للايجابيه، بس المفروض ايه؟ تيجي هنا تاني، تيجي عند 2/3 او 2/4 مثلا وترتكز هنا وتبدأ تطلع، ساعتها نعتمد الإيجابية. سيدي كرير يعني اللي معايا بقى عارفين، اللي معايا في القناة اللي هسيب لينكها برضو في أول كومنت، عارفين بقى سيدي كرير وكده. طلع لو رجعتوا الأول فيديو خالص اللي نزلته يعني وشوفوا تحليل سيدي كرير،
جاب المنطقه اللي قلنا عليها، بعدين جاب الثانيه، بعدين نزل تاني بديل. هل معنى كده ان هو يبطل صعود؟ لا، هيصعد يعني هو السهم صاعد هيصعد، بس احنا هنستنى له ايه؟ هنستنى له تصحيح زي ده، ينزل فيه في الجولدن زون ويحترمها، بعدين يبدا يصعد. او لما يطلع هنا يطلع لها تاني بجسم شمعة، يطلع فوقها وينزل يرتكز عليها، ساعتها يصعد. مفيش حاجة اسمها قمة تاريخية، شيل من دماغك القمة التاريخية، في تحليل السهم. سيدي كبير، طلعت مصطفى، طلعت زي ما قلنا مش هيقدر يكمل ونازل، المفروض ينزل لفين؟ لهنا، نعمله الخط، هينزل هنا. او عموما عايزين نعملها قناة احسن، نعملها قناة، فين القناة متوازية؟ ساعات بقى البرنامج يعلق كده فأنا بزعل. عايزين نعمل لك قناة متوازية من هنا لهنا، دي منطقة شراء القناة دي كلها، فهو نزل على سقفها هنا وادانا الإشارة هيصعد. طب نزل أكتر جواها وادانا الإشارة من هنا هيصعد. نزل تحتها وراح جاي خابط فيها وما قدرش يخش جواها تاني، يبقى هابط. احنا المفروض نعمل ايه؟ نستناه هنا ونتفرج، نستناه في المناطق دي. طبعا مصر للاتصالات زي ما قلنا هي في اماكنها العاديه، عايزينها بقى توصل لهنا يبقى اللي مشتري من تحت يقفل هنا. طب وبعدين يستناها نطلع فوقها، تنزل تحترمها، بعدين تطلع تاني. عندك النساجون برضو كان نازل عايز يختبر المقاومه دي، هي برضو بتبقى مناطق، فانت عندك دي منطقه برضو من الخط لهنا. انا بعتمد الخط ان ده بيبقى اقل حته في المنطقه، بس النساجون عموما اتجاهه ايجابي، فهو طلع عند ال17 نازل عايز يعتمد دي كدعم، بدل ما هو كان عاملها هنا مقاومه، عايز يعتمدها كدعم. اما يعتمدها هيبدا يطلع تاني، وساعتها هيعدي ال17 دي، ممكن يطلع لابعد. كده ال30 خلص. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك. لو عايزين اي اسهم سيبوها في الكومنتات، وشويه وهنزل ال70 تحليل المؤشر واهم الاسهم اللي فيه. شكرا.